العراب جروس والزمالك والتفريط في صدارة الدوري. مودرن سبورت بيفاجئ العراب جروس والزمالك بأسلوب لعب مختلف بيجبر اسكواد الزمالك على التراجع والتخلي عن أسلوب اللعب المعتاد اللي بنشوف إن الزمالك المباريات السابقة. الاعتماد من مودرن سبورت على الكرات الطويلة خلف خط الظهر، خاصة في الاريا اللي بيتواجد فيها أحمد فتوح وحسام عبد المجيد، وأثناء الاستحواذ على الكرة بنشوف اسكواد مودرن سبورت بيعتمد على أسلوب اللو بلوك. ومش بس كده، هيكون في تضييق في المساحات بين الخطوط وبعضها لاجبار سكواد الزمالك على عدم فتح الاسترتش اللي بنشوفه دايما في المباريات السابقه. وطبعا وجود واحد زي مصطفى شلبي في الملعب والقرارات اللي دايما كنا بنشوفها منه كان بيسهل الامور على مودرن سبورت. والقرارات الخاطئه دي سواء محاوله اللاعب في انه يخترق في عمق الملعب او ان يكون لاعب لاين، وبعدم وجود عبد الله السعيد او ناصر ماهر اللي اهم لعيبه في منظومه وسط الملعب، بتفتقد خطورتك الكامله وانك تخترق من عمق الملعب. وعلى الجانب الاخر الثنائيه اللي كنا بنشوفها من عمر جابر وزيزو مفتقدينها بسبب وجود محمد عاطف، وبسبب افتقاده لحساسيه المباريات. ودخول زيزو لعمق الملعب كان بيواجه مشكله كبيره وبيفتقد جزء من خطورته، وده بسبب تضييق المساحات اللي كنا بنشوفها من مودرن سبورت، ودايما كان بيجبرنا في الاعتماد على الوايد اريا. ومع بدايه الشوط الثاني نفس البطء في الاداء، وجود مشكله حقيقيه في عمليه البيلد اب. وفي الوقت اللي بيقرر فيه جروس يتدخل ويعدل من شكل توزيع عناصر الاسكواد، بنشوف خطوره نسبيه من سكواد الزمالك واستحواذ، ولكن الخطوره ليست بقدر قوه الاستحواذ. وبخروج المسلوسي للاصابه بنشوف جمله مكرره من البديل جوناثان ليحرز من خلالها هدف الفوز. بس قبل ما نشوف مع بعض الهدف، شايف معايا دونجا مش بيدستروي، لعيب بيحلق. دونجا من بعد مباراه السوبر الافريقي مش متواجد في المنظومه، ولولا تواجد محمد شحاته بجانب دونجا كنا هنشوف كوارث حقيقيه في منطقه وسط الملعب. ودي رساله لمجلس اداره نادي الزمالك: التدعيم ثم التدعيم ثم التدعيم، لان على المدى الطويل انت هتفتقد كتير جدا. كل البطولات اللي انت بتدخلها